عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي اللي هي قناة كويزين تيتيش. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال كنتم كتشاهدوه، تكون اموركم كامله سانك ان شاء الله. كل ما كتمناو يا ربي يحقق لكم في هذا العواشر كي دايرين مع رمضان. اول حاجه تنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو لي زوينين، ومرحبا بالناس الجداد في القناه ديالي، واللي ما مابونيش مرحبا به يدخل القناه الى عجبو المحتوى يتابونا باش يوصلوا كل جديد ديالي. الفيديو ديال اليوم جيتكم بثلاثه ديال الاقتراحات. الاقتراح الاول اللي صوبت معكم لي بات، يعني كنطيبوا كلشي في دقه واحده بالدجاج، يعني كيجيو بالمريقه معلكه، كتجي صراحه زوينه بزاف، تقدروا تعتمدوها على السحور ديالكم. وصوبت معكم بطبوط اولا مخمرات معمرين بحشوه ديال الكفته في الفراح، يعني طيبتهم في المقله. وصاوبت معكم الرايب اللي كيجي صراحه زوين، تقدروا تعتمدوه السحور. كنزينوه هكا بالفواكه اولا تخليوه هكاك ويعني تاخذوه هكاك. مهم نتمنى اقتراحاتي ينالوا الاعجاب ديالكم، فقط كملوا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه غنحضر معكم هما لي بات اولا المقارونيه. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الدجاج اللي كل على حسب عدد افراد الاسره ديالو. غنضيف ليها بصيله مشلضه مربعات اللي هي صغيره كديرهم في واحد الطاوه. غنضيف نص ملعقه من الكركم، نص ملعقه من السكينجبير. غنضيف الابزار وغادي نضيف الملحه، وغادي نضيف زويته بلديه وزويته نباتيه، وغادي نضيف قزبر ومعدنوس اللي قطعتهم وضفتهم على داك الدجاج ديالي. صافي غادي نرد الطاوه ديالي على النار، وغادي نحاول هكا نبقى نحركها كنخليها حتى كتقلى لي مزيان مزيان. عاد من بعد غادي غنضيف ليها هنايا عندي جوج ديال المطيشات صغارين، انا غادي نديرهم هكا مقطعين، تقدروا تحكوهم اولا ديروهم غير هكا بحال بحال. صافي وغادي نغلق عليها نخليها حتى تشحر لي شي شويه. عاد غادي نضيف عليها الماء. بالنسبه للماء كنضيف الماء دافي اولا طايب، يعني كنسخنو عاد كنضيفو لها. كنضيفو كميه هكا من الماء وصافي كنغطي عليها وكنخليها حتى كنحس بداك الدجاج بدا كيطيب اولا طاب لينا، لان لي بات ما كياخذوا لناش الوقت نهائيا. من بعد انا غادي نضيف هاد النوعيه هذه ديال المقارونيه اولا لي بات اللي على هاد الشكل طولي. غادي نضيف انا جوج لايف، المهم الكميه كتبقى على حسب عدد الاسر ديالكم. وغادي نقص عليها شويه هكا العافيه تكون ماشي مهيله بزاف، متوسطه. وانا كنحرك وكنبقى نطلع عليها مره مره حتى كتشرب لي ديك المريقه، اولا كنلقاو ديك لي بات ديالنا طابو راه كيتنفخوا كيضاعف الحجم ديالهم. صافي كنخليهم حتى يعني غير اون فوا لقاو لي بات ديالي نقلبهم نلقاهم طابو، غادي ندوز باش نضيف لاصوص ديال المطيشه. انا تقريبا هنا ضفت تقريبا، مهم كيبقى على حسب الكميه ديالكم. هنايا ضفت تقريبا واحد نصف كاس من قياس العنبه ديال المطيشه. صافي وكنخليها حتى كتبان لي ديك المريقه يعني تعسلات اولا دغمرات، صراحه كتجي زوينه وسهله. فهذه الطريقه يعني شحال هذه يعني معروفه هكا بين العائلات ديالنا بين الميمات ديالنا. طريقه صراحه سهله وكتعجبني انا بزاف بزاف، وكتجي صراحه زوينه وبنينه. نتمنى نتوما تكون عجباتكم، وخليوا لي هكا لي كومونتير الا عجبتكم الوصفه. وصافي كنقدموها من بعد ملي كطيب كنديروها هكا في الطبيسيل ديالنا، في طبسيل واحد كبير كنقدمو كندير داك الطريفات ديال الدجاج من الفوق وصافي. وكنضيف الكميه ديال لي بات ديالي، صراحه كتجي بنينه، انا كتعجبني بهذه الطريقه. ندوزو للوصفه الثانيه اللي غادي نحضر هنا. الحشوه ديال الكفته غادي ندير واحد المقيله فيها زيت زيتون زيت نباتيه، وهنا ضفت كميه كبيره من البصله، يعني شويه هكا لان غندير انا غير البصله والكفته. تقدروا تضيفوا لها هكايا الفلفله الا بغيتو، انا اكتفيت غير بالبصله. وغندير لها الكفته. هنا غادي نضيف شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، وغادي نخلي ديك البصيله حتى كتنزل ليا. عاد من بعد باش غادي نضيف ليها الكفته وصافي. هنا من بعد ملي كتنزل لي ديك البصله كنضيف ليها كميه ديال الكفته اللي انا عندي، وكنحاول هكا نحرك حتى كتفرست لي ديك الكفيته. غنضيف ليها البودره ديال الثوم، غادي نضيف نصف ملعقه من سكينجبير، ملعقه عمره من البابريكا، نصف ملعقه من الخرقوم، ودرت واحد شويه ديال الكمون ما كترتش منه. صافي كنبقى نديها ونجيبها حتى كتطلق لي ديك الكفته وكندخل لها ديك العطريه. عاد من بعد غادي نضيف قزبر ومعدنوس اللي مقطعين،
وغادي نبقى نحرك. صافي واحد السر كتجينا الكفته الصراحه بنينه بهذه الطريقه، هي فاش كنطفي عليها صافي كطيب غادي نضيف ليها شويه ديال القرفه، كتعطيها واحد المذاق زوين بزاف بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر. صافي ملي كتوجد كنخليها على جنب. غادي ندوز باش نحضر العجين ديالي اللي غادي نحتاج هنا زلافه عامره من الفرينه اولا الدقيق الناعم، وزلافه من الفينو. ضفت هنايا الخميره المعجونه، ضفت معلقه من السكر حبيبات، معلقه صغيره، وهنا ضفت الملحه، وغادي نضيف 2 معالق من زيت الزيتون. صافي وغنجمع بالماء دافئ. صافي كنحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا وندلكوها شويه. انا غادي نديرها تدلك واحد شويه في العجانه. المهم مادام عندي يعني كتسهل عليك بزاف يعني، ودغيا دغيا كتسربي لينا، اولا كدلكوها غير بيديكم، يعني ما كتاخذناش الوقت كاع. صافي من بعد غادي ناخذ داك البول ندهنو شويه بالزيت، وغادي نخلي العجين ديالي حتى كيطيح في الحجم ديالو غير واحد شويه، اولا تترخى لينا ديك العجينه. صافي غادي ندوز هنا بالاستعانه ديال الزيت، غادي نحاول نشكل كرات على الحجم اللي نتوما بغيتو. بان ليا هنا انا خرجت ليا هاد الكميه ديال العجين 8 ديال البطيطات هكا مويه، ماشي كبارين وماشي صغار. صافي ملي كنسالي غادي ندوز دابا. هنا ضفت لهاد الحشوه الزيتون مقطع خضر، وغادي ناخذ الكره الاولى ديالي. كنحاول نخدم بالزيت وكنطلقها هكا غير من الجوانب، كنخلي داك الوسط غليظ باش من بعد ملي كنجي كنطرقها ما كتقبليش من الوسط. صافي كنضيف الحشوه ديالي وكنبقى نجمعها هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو، راه شارح نفسه. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نطيبوه. وصافي هنا كملت الكميه كامله. غادي نبدا باول وحده خدمت بها. في هذا الاثناء راه كنشعل على المقله ديالي كتسخن اللي غادي نطيبوا فيها. انا عندي المقله ثقيله، وكناخذ الكره الاولى وكنبقى نحاول هكا نطرقها شويه مزيان. انا كنطرقهم مزيان مزيان وانا كنستعن بالزيت، وغادي نديرها ونخليها كطيب. صافي حتى كنطيب الكميه ديالي كامله دغيا دغيا. هادو ما كياخذوناش الوقت نهائيا صراحه، تيجيو زوينين وعمليين وما كياخذوناش الوقت في مره. صافي حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله كنحصل على هذا الشكل، كيجيو صراحه زوينين. انا هادو تيعجبوني بزاف ومعتمدين عندي بزاف، كنديروهم سواء في رمضان او حتى في الايام العاديه. صافي وكيكونوا واجدين معنا. ودابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الرايب اللي غادي نحتاج له لتر من الحليب. غادي نديرو في واحد الكاسرونه، غادي نضيف له 4 ديال المعالق كبار من السكر اولا اكثر على حسب نتوما يعني السكر شحال كتبغيو. غادي نضيف واحد الساشي ديال السكر فانيلا، وغادي نردها على النار. كنرد داك الحليب ديالي على العافيه اللي كتكون هكا مجهده شويه، وكنخليوها حتى كنشوفوه بحال بدا يغلي اولا بحال كيبغي يطلع لينا. صافي عاد كنحيدوه ندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نحاول نحيد يعني كناخذ واحد البول وغادي نحيد واحد الكميه من داك الحليب اللي عندي في الكاسرونه سخون، يعني بحال نقولوا كنحيد واحد الربع من داك الكميه اللي عندي. داك لتر د الحليب كنحيد منه ربع. كنحاولوا نبقاو نبردوه، راه ضروري كيخصو يبرد، ماشي يبرد لينا وماشي يبقى سخون، يعني غير الا درنا صبعنا ما كنتحرقوش. من بعد غادي نضيف له 2 معالق كبار من النيدو اولا حليب بودر، وغادي نضيف واحد الياغورت بنكهه ديال الفاني، من الاحسن يكون عاقد على هذا الشكل. غادي نحرك مزيان مزيان مزيان، وغادي ناخذ داك الحليب الاخر ديالي اللي عندي في الكاسرونه عاد غادي نخلطو معاه. ضروري ضروري انكم يعني المرحله فاش غتضيفوا الياغورت والحليب بودر ما يكونش عندنا الحليب سخون بزاف تيحرق، يعني يكون ماشي بارد وماشي سخون باش ينجح معنا الرايب ويجينا ناجح. صافي غادي ناخذوا الكويسات ديالنا اولا شنو ما عندكم نتوما غديروا فيه. انا خديت هاد العيبات هادو زويونين في الشكل ديالهم،
وغادي نبقى نوزع على دوك الزليفات كاملين. المهم لتر ديال الحليب خرج لي 6 من هاد الزليفات، راهم كبار يعني كبابرين. كتخرج لنا كميه اللي هي مهمه. تقدروا الا درتو غير دوك الكيسان ديال قياس العنبر يخرج لكم اكثر من 6 صافي. حتى كنساليهم كاملين وغادي ندوز للمرحله الثانيه اللي غادي ناخذ السلوفان اولا بلاستيكه. غادي نحاول نبقى نغطي يعني زليفه بزليفه كاملين باش كداك الحراره كتبقى مجموعه. غادي نسدهم كاملين ومن بعد غادي ناخذ شي بواطه اللي كتكون عندنا هكا بواطه ديال بلاستيك كبيره، غادي ندير فيها دوك الزليفات ديالي كاملين وغادي نسد عليهم وغادي نزيد نسد عليهم بشي مالطه ونخليهم في شي بلاصه معزوله. كنخليهم 8 ديال السوايع ما كنفوتوهمش 8 اولا 9 صافي. من بعد كنحيدوهم وكنديرهم في الثلاجه، كنخليهم على ما كيبرد لينا الرايب ديالنا وتيكون واجد على هاد الطريقه هذه. فانا راه كنت صوبته بالليل، حسبت له صوبته بالعشيه فحال هكاك، حسبت له 8 ديال السوايع ومن بعد درته في الثلاجه حتى برد. ومن بعد ملي بغيت نقدمه خرجته وزينته هكا بهاد لي فخوي هادو اللي ديروا نتوما شنو ما بغيتو وكنقدمو. كيجي صراحه زوين حتى بهاد الطريقه، كتجينا هكا سلطه فروي، كتجي صراحه زوينه بزاف وكتخرج لنا كميه اللي هي مهمه. نتمنى ان شاء الله جربوه وينال الاعجاب ديالكم. كانوا هادو هما الفيديوهات ديالي ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكونوا خفاف الظل على قلوبكم، تكونوا استفدتوا منهم ويكونوا كيعجبوكم، يعني المحتوى ديالي يكون كيعجبكم. شكرا لكم بزاف مره اخرى، وما تنساوش تشجعوني بكومونتيراتكم في اخر الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.